ازيكم يا صحابي الحلوين؟ عاملين ايه؟ فاكرين يا صحابي لما حكينا وقلنا ان بابا يسوع اتولد في بيت لحم، وان الرعاة راحوا وشافوه هو نونو نايم في مزود البقر؟ اللي مش فاكر الحكاية دي هسيبها له فوق في حرف الاي اللي هيظهر دلوقتي علشان يسمعها. النهاردة بقى هحكي لكم حكاية ناس اسمهم المجوس، والحكاية دي نلاقيها في الكتاب المقدس في انجيل متى في الاصحاح التاني. المجوس دول كانوا ناس مهمين جدا، وكان الشغل بتاعهم انهم يراقبوا النجوم اللي في السماء ويشوفوا النجوم بتتحرك ازاي ورايحة فين، وبالطريقة دي بيعرفوا الحاجات اللي هتحصل. وفي يوم وهم بيراقبوا النجوم في السماء شافوا نجم ظهر فجأة، والنجم ده كان غير كل النجوم لأنه نجم كبير وشكله حلو قوي ومنور قوي وكان قريب خالص من الأرض. فأول لما المجوس شافوا النجم ده عرفوا إن في حاجة مهمة جدا حصلت، فدوروا في الكتب بتاعتهم وعرفوا إن لما النجم ده يظهر يبقى في ملك عظيم جدا اتولد، وإن الناس كلها كانت من زمان مستنية إن الملك العظيم ده يتولد، وظهور النجم ده هو علامة إن الملك العظيم اتولد. ورغم إن المجوس كانوا عايشين في بلاد المشرق، ودي بلاد بعيدة خالص عن البلد اللي اتولد فيها الملك العظيم، لكن قرروا انهم يسافروا البلد بتاعة الملك العظيم علشان يشوفوه ويسجدوا له ويقدموا له هدايا حلوة جدا. وفعلا المجوس جهزوا الهدايا وركبوا الجمال بتاعتهم وسافروا علشان يشوفوا الملك العظيم اللي اتولد. وفضلوا مسافرين في الطريق من بلدهم لبلد الملك العظيم مدة طويلة خالص، حوالي سنتين. وبعد المشوار الطويل خالص ده وصلوا بلد اسمها أورشليم. وأول لما وصلوا أورشليم فكروا وقالوا الملك العظيم اللي اتولد ده هو ملك اليهود، يبقى أكيد هنلاقيه في قصر الملك هيرودس. وفعلا راحوا قصر الملك هيرودس ودخلوا وقالوا للملك هيرودس احنا مجوس وجايين من بلاد المشرق، وجايين علشان نشوف ملك اليهود اللي اتولد علشان نسجد له ونقدم له هدايا. فأول لما الملك هيرودس عرف إن المسيح الملك العظيم اتولد زعل واتضايق جدا، وبعد جاب رؤساء الكهنة والكتبة وسألهم هو المسيح هيتولد فين؟ فقالوا له هيتولد في بيت لحم اليهودية. فراح الملك هيرودس قال للمجوس الملك اللي انتوا عايزينه مش موجود هنا، لكن هو موجود في بيت لحم، روحوا دوروا على مكانه كويس، ولما تعرفوا مكانه فين تعالوا قولولي علشان انا كمان اروح واسجد له. وخرجوا المجوس من قصر الملك هيرودس وهم زعلانين علشان مش عارفين فين المكان اللي اتولد فيه الملك العظيم. وهم ماشيين في الطريق وزعلانين فجأة ظهر لهم النجم اللي شافوه قبل كده في بلدهم. وأول لما المجوس شافوا النجم فرحوا جدا جدا، وعرفوا إنه هيوصلهم لمكان الملك العظيم اللي اتولد. وبقى النجم ماشي فوقيهم في السماء وهم ماشيين وراه لغاية لما النجم وقف فوق بيت. ففهموا المجوس إن ربنا يسوع موجود في البيت ده، فدخلوا البيت بسرعة. وأول لما دخلوا شافوا ربنا يسوع الملك العظيم، وكان عنده حوالي سنتين. وشافوا كمان ماما العذراء ويوسف النجار. وراحوا المجوس قربوا من ربنا يسوع وسجدوا له، وبسرعة طلعوا الهدايا اللي جايبينها معاهم وقدموها لربنا يسوع الملك العظيم. وقدم أول واحد من المجوس لربنا يسوع ذهب، وتاني واحد قدم له لبان، وتالت واحد قدم له مر. يبقى المجوس قدموا 3 هدايا لربنا يسوع الملك العظيم اللي هم ذهب ولبان ومر. وكانوا فرحانين ومبسوطين جدا انهم شافوا ربنا يسوع الملك العظيم اللي اتولد. وبعد كده المجوس كانوا تعبانين خالص، فناموا علشان يستريحوا ويقدروا يرجعوا بلدهم. وهم نايمين شافوا في الحلم انهم ما يرجعوش للملك هيرودس، وكمان بلاش يعرفوه مكان ربنا يسوع لان هيرودس مش بيحب ربنا يسوع، وانهم كمان يغيروا الطريق اللي جم منه ويرجعوا بلدهم من طريق تاني خالص. وفعلا المجوس اول لما صحيوا من النوم سافروا البلد بتاعتهم ومشوا في طريق تاني غير اللي جم منه، وما قالوش لهيرودس على مكان ربنا يسوع الملك العظيم.
حكايتنا كده يا أصحابي خلصت. تعالوا بقى نحفظ الآية مع بعض. الآية بتقول إيه؟ وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. متى 2:11. تعالوا نقولها مع بعض. وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. تاني نقول تاني. وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. متى 2:11. باي باي يا أصحابي الحلوين.